يعني الحزب الاول اللي جا هو اللي غادي يترأس الحكومه، وعيني سيدنا رئيس ديال الحكومه تحت اشاعات تقول بانني ما غنفوتش 6 شهور. والحقيقه ديال الله انا ما عارف راسي واش غنفوت 6 شهور ولا غنبقى غير 6 ايام ولا غنبقى غير ما عارفش. مشيت وحكيت للاخوان، ما حكيت لهمش التفاصيل، لانه وقع واحد الانسيدون قبل ما نكون الحكومه كان غيشطب داك الشيء كامل. الساعه جاب الله اللطف. المهم عندنا كرئيس ديال الحكومه ان الاستاذه واخا قالت ودي بروميي مينيستر، مي بوتيتر كاين غيزون باسكو واش كنت بروميي مينيستر ولا كنت رئيس ديال الحكومه، دستوريا كنت رئيس الحكومه، مي لا رياليتي دي رياليتي سي اوتر شوز. ما نعرف، اظن انني كنت بينهما، هي هذه الحقيقه. فيعني كرئيس ديال الحكومه بغيت نقول لكم شي شويه على المقاربه اللي خدمت بها. اولا وصلت لرئاسه الحكومه وانا لا اعرف شيئا عن رئاسه الحكومه. شنو هي رئاسه الحكومه؟ ما يمكنلكش تعرف، الا بغيت تعرف خصك تولي رئيس الحكومه. ملي وصلت تلقى قدامي غنقول لكم واحد الحاجه بعدا اساسيه. تلقى قدامي حكومه اللي في الحقيقه الاعضاء ديالها ملي تيكون عندهم شي مشكل كيحاولوا يحلوه مع سيدنا، وانا كيجيو عندي لا وحلو. واش فهمتي ولا اش كنقول؟ ما ضحكتيوش، كون فهمتي كون ضحكتيو. واحد النهار قلتها لسيدنا، قلتها له اون بلان كونسي مينيستيريال، قلت له نعم سيدي راه ما تيجيو عندي حتى كيوحلوا. كان معايا حاضر السيد رئيس على كل حال، كان وزير ساعتها. يعني في المغرب دير اللي بغيتي، كل اللي بغيتي، كاين سيدنا. وطبعا مباشرة او عبر مستشاريه. هو سيدنا كان الى الان كيتصل الا بغى بالوزراء مباشرة، وكيتصلوا بهم مباشرة كيجاوبهم الا بغى، او كيتصل. في المغرب غيجي لعندك الوزير الا وحل، ما وحلش راه غادي يمشي لعند سيدنا مباشرة. واحد النهار واحد الوزيره جات عندي قالت لي يا سي بن كيران جيت نتخبع فيك، بمعنى اخر انها بدات كتحاول توصل الاشكاليات ديالها ما طلعوش. فهمتي واش كنقول لكم ياك؟ ثانيا لقيت راسي يعني كاينه مشاكل ما بغاها حتى واحد ما بغى يحلها، منها بحال المقصه، بحال التقاعد، بحال الاضرابات. شنو ندير انا؟ نبقى داك الشيء كنديه ونجيبو، لان كتعرفوا كاينه واحد القضيه في السياسه. في السياسه خصك الا جيتي ولقيتي مشاكل خصك تحلهم، وملي كتجي تحلهم تتكون مهدد باش تنجح او لا تفشل، وخص تكون عندك استعداد باش تنجح وذلك ما كنا نبغي، او لا تفشل تزيد مع الطريق. حيت دابا هذا البنادم اللي يعني مسمر في الكرسي وحالف حتى يبقى فيه، فهمتيني ولا لا؟ يعني فريمون سي ان مالور. علاش؟ ماشي ضروري باش تبقى مسمر في الكرسي. الا نجحتي مزيان، ما نجحتيش زيد مع الطريق. راه الحمد لله كاين 40 مليون مغربي ولا 36 المهم على حساب السي الحليمي، فهمتي؟ المغرب لقيت هاد المشاكل هذه اللي لقيتها صعيبه بزاف، ولكن توكلت على الله وبديت كنحاول نحلها وحده بوحده. وراكم عارفين كيظهر ليا بصراحه انا ندمت اللي ما حليتش المشاكل ديال المقصه كاملين، لان المقصه كان فيها المحروقات بمعنى ليسونس والمازوت والفيول جو سي بي ترو كوا، هذا حليته. لقيت الدوله كتعطي الفلوس مقابل الوراق، ما عندناش وسيله باش نعرفوا ذاك الوراق واش صحاح ولا ماشي صحاح. نكون معكم زعما صريح ونبسط لكم اكثر ما يمكن. هذه القضيه هذه يعني زولت هذاك الدعم اللي كان كيخلي، وخليت الارقام ديال لا ماشي الميزانيه، خليت الارقام ديال الثمن ديال الليسونس والمازوت والفيول طالعه هابطه. وكانت في الاول اللي كنت ما كانت هابطه، ملي مشيت طلعت بون. في الاخر تعرف باللي ربما كان تواطؤ بين يعني الناس اللي كيوزعوا داك الشيء، وهذاك التواطؤ يعني خلاهم يرفعوا
الارباح ديالهم واحد الدرجه اللي تكلموا الناس فيها على 17 مليار ديال الدرهم في البرلمان وفي الصحافه خصوصا الفرنسيه التلكه الى اخره، وفي الاخر خلصوا مليار و800 مليون ديال الدرهم كتكفير عن هذا الخطا الذي وقعوا فيه. ونفس الشيء بالنسبه للاضرابات. قال لي السي محمد العنصر ديك الساعات كان وزير الداخليه، قال لي سيب الى الجماعات المحليه فيها 52 اسبوع ديال الاضراب. قلت لهم الاضراب ما دام اللي دار الاضراب كنخلصوه، قولوا لي علاش غيخدم. ان بون بروميير مينيستر ou un bon chef de gouvernement doit avoir d'abord le bon sens. ماشي ضروري يكون قاري في هارفارد ولا، بالمناسبه انا ما قاري ما عدا في كليه العلوم، وقاري غير الفيزياء ما عندها علاقه لا بالاضراب ولا فحلينا هذاك المشكل، فهمتيني ولا لا، ديال الاضراب. حاجه واحده طبقناه مرسوم كيظهر لي كسي دريس، مرسوم كان ينص على ان اللي دار الاضراب ما يتخلصش، وهذا هو الطبيعي. ديك الساعات الا كنتي درتي نقابه من نهار الجمعه وعلنتي الاضراب نهار السبت ولا الحد، الاثنين كيصبح كلشي داير الاضراب لان ما خاسرين والو. الاضراب شي تيمشي للقهوه، شي تيمشي يرتاح، العيالات كيمشيو يديروا يصبنوا داك التصبين ما صبنوش الى اخره، وحنا فضينا المشكل. من ذاك الوقت لدابا ما كاينينش الاضرابات في المغرب الا بعض المرات. قلتها لهم، قلت لهم راه غيبقاو الاضرابات، ولكن غيبقاو الاضرابات اذا كان هنالك مشاكل حقيقيه. ونفس الشيء بالنسبه للتقاعد عانيت بسببه. التقاعد كانوا المغاربه في 2023 ما غياخذوش التقاعد ديالهم ديال الدوله، 400,000 واحد كانوا غيبقاو بلا تقاعد، او لا الدوله غتكون مضطره تطبق واحد القانون اللي كيقول تمشي لاماس سالاريال ديال الدوله وتاخذ منها جوسكا 25%، ياك سي دريس، جوسكا 25% وتوزعها على الناس ديال التقاعد، فهمتي ولا لا؟ فيعني الحمد لله. ولكن دابا راه هذه الحكومه باقي ما دارتش الاصلاح ديال التقاعد اللي قالت غديروا في 2024. دابا ديجا عندها اون اني دو غوتار، ولا ما درتوش في 2028 التقاعد ديال الموظفين مهدد. انا كنقولها لكم من دابا باش تكون الامور واضحه عندكم، خصهم يديروا هذاك الاصلاح ديال التقاعد. ولكن باش دير الاصلاح ديال التقاعد خص تكون عندك الكبده، لانه يقدر يخرجوا لك الناس للشارع، خصك تجي تشرح للناس وتوضح لهم وتفهمهم باللي مصلحتهم. ولا خرجوا لك للشارع وكنتي قادر دير الاصلاح ديالو، ما كنتيش قادر غتحط السويرتات وتمشي مع الطريق. كيظهر في الاخر اللي دار الاصلاح ديال التقاعد هو اللي حط السويرتات ومشى مع الطريق، فهمتيني؟ هذه شتكون ما ضحكتيوش عليها. غيضحك لا 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 هذه الكونولوجيا ممتعه، وهذه الحكايات السياسه. لان غنقول لك انا كيقولوا لي الضغط ديال الوقت